نرجع نحكيو على كأس افريقيا للأمم، كأس افريقيا للأمم ومنتخب المغرب. منتخب المغرب اللي كان عنده مباراة دولية ودية ضد المنتخب الجامبي، تم إلغاء المباراة هذه. كان المفروض تلعب نهار 7 جانفي، لكن تم إلغاء المباراة. وسافر منتخب المغرب إلى الكوت ديفوار، إلى مدينة سان بيدرو بالتحديد. تعرف المنتخب المغرب أجرى أشغال وتحويرات على النزل، على النزل اللي تمتلكه مغربية في سان بيدرو، بدل برشا حاجات للسهر. طبعا راحت لاعبين منتخب المغرب ورفض الإقامة في الفيلاج سيتي كان المخصصة للمنتخبات المشاركة في كأس افريقيا الأمم، كيف الجزائر. يعني الجزائر أجروا أشغال وبدلوا برشا في مقر الإقامة. قطر 2022 اللي عملته تو المغرب والجزائر بدلوا معناتها الاقامه نتاعهم، وبدلوا شنو حبوا كل شيء. حتى في الكوب دي موند قطر مثلا البرازيل عملوا منشأ وحدهم في قطر، غاديك لاصق اللوتيل نتاعهم، جابوا لي ماتريال نتاعهم. فرنسا كيف المانيا كيف هي ما كل السبل الرفاهيه موجوده في قطر معناها. لا هما جابوا حاجات اخرين، حاجات نتاعهم غاديك قبل بأشرة، زادوا حاجات وجابوا الماتريال وجابوا الماكينات نتاع لي زونترينمون نتاعهم، تاع سيتو نتاع المسكولاسيون. معناتها تدل على معناتها قوه البلدان هذوما. اي واضح عندها تقاليد البلدان هذيا، وعندها ممكن شروط تحطها هي به. اللي يهمنا احنا المنتخب المغرب برمج مباراه وديه نهار 11 جانفي ضد سيراليوني. شنو هو المشكل هوني؟ المشكل انه منتخب المغرب باش يستعمل ملعب سان بيدرو، ملعب لورون بوكو، نهارين قبل انطلاق منافسات كأس افريقيا الأمم اللي تنطلق نهار 13 جانفي، يعني نهار السبت. المعمول به يا وجدي أنه الكاف تتسلم الملاعب أسبوع قبل انطلاق المنافسة، يعني 13 ناحي منهم 7، نهار 6 جانفي يبدأوا كل الملاعب على ذمة الكاف واللجنة المنظمة. تعتبر خالد أنه المغرب بوجود فوزي لقجع، طبعا بوجود الرجل القوي هذا داخل الكاف، فوزي لقجع اللي عنده بوفوار تحب ولا تكره، يعني عنده سلطة كبيرة داخل أسوار الكاف، يحظى المغرب بمعاملة خاصة. كي نشوفوا مثلا برمجة مباراة ودية على ملعب سيتم اعتماده في كأس افريقيا للأمم نهارين قبل انطلاق المنافسة. سي تو افي نورمال. انت كي تشوف ليكيب ناسيونال الوحيده اللي باش تلعب ماتش اميكال في الكوت ديفوار، سي با نورمال. انت فوزي لقجع ظهر عنده بوفوار كبيره كسوا في الكاف ولا في الفيفا. راه انت تشوف حتى مع الفرق، حتى مع الفرق سورتو مع الوداد شو عمل معاهم. بوان دانتروغاسيون على خاطر لي زيكيب ناسيونال الاخرين ما تكلم فيهم حتى حد لحد الان، ومش عباد فرد وعباد سنه. راه لا واضح انه كل المنتخبات لا تحظى بنفس المعامله، لكن فما معامله خاصه وجدي واضح هذا. اليوم هو اسمه المغرب. منتخب 13 مونديال في الكلاسمون، دومي فيناليست كوب دي موند الاخرى، من النجوم اللي تلعب في المنتخب. دونك قاعد يستغل في اسمه، قاعد يستغل في البرفورمانس اللي قدمها كما يلزم. اليوم بتقدر فما حتى هو المنتخب فما شروط، يقدم شروط في الحقيقه في الموجود في نطاق القانون. بيان سور، شوف فما قانون، فما رياليتي الحقيقه زاده. شوف لي زوبجيكتيف نتاع ستاف نتاع المدرب حاجه، اي بوتيت القانون حاجه، من بعد نجموا نحكيو في القانون. ستالمون القانون معناها قبل الناس كل وفوق الجميع كما نقولوا. اذا كان المغرب معناها الحقيقه باش تلعب بالمقابله على ملعب باش تصير فيه مقابلات تاع كوب دافريك، معناها الحقيقه حاجه قويه في الكره، والمغرب فرض اسمه. بالنسبه بوتيتر فما شويه كلام على التوقيت تاع المقابله، التوقيت عادي جدا. راه المدرب يختار معناها باش الفريق يقعد في الديناميك تاع الكومبيتيسيون، باش فما اكسيتاسيون، باش تقعد الادرينالين ديما طالعه، الملاعب مركز. لا التوقيت احنا ما حكيناش فيه، لكن المكان جاء يلعبوا حبيت على التوقيت يلعبوا لو 11 ولا 17، من بعد لو 11 يعمل 5 بلس ماتش، معناها 5 سيونس دونتريمون اون ديري في شامبيونا، قاعد يلعب معناها كل جمعه كل 6 7 ايام يلعب. لكن الحقيقه مادام بتصير مقابله على ملعب رسمي باش يكون موجود تحت معناها تحت تصرف الكاف، خاطر الكوت ديفوار هي كبلد عطات الملاعب الكل تحت تصرف الكاف. فما ايادي قويه اليوم في الكاف وحتى في الفيفا، والحقيقه والقوي نجم يتصرف ونجم يحكم.
وما احوجنا لحاجه أخي اليوم. هو ان شاء الله نكونوا يوم قويين زاد. كنا نحن قبل كنا وجدي في مرحله سابقه كنا قويين داخل الكاف هكا كنا قويين وان شاء الله ان شاء الله نرجع قويين ان شاء الله ان شاء الله انا مانيش قادر نرى ممكن في المسؤولين اللي ينجم يكون عنده هكا بوفوار وعنده انفلونس داخل اسوار الكاف والفيفا. ديدي ديشان ايضا هز كاس العالم كلاعب وكمدرب. صحيح. ديدي ديشان زاغالو فرانس بيكنباور الله يرحمه. حتى بون زاغالو عنده 3 ايام اللي توفى معناه الله يرحمهم الكل. باهي شنو باش نقول لك خالد فيما يخص توقيت المباريات؟ قلت انت لو 11 بعد يلعب لو 17 منتخب المغرب، احنا لعبنا لو 6 لو 10. باهي نحن التوقيت معناها زاد كيف باهي نفس الديناميكيه كذا كيما قال لك وجدي 5 جور دونتريمون بلس ان الماتش. باهي اما شوف اسكو مثلا المغرب باش تستعمل ليكيب تيب تونس كي باش تلعب غدوه باش تستعمل ليكيب تيب والا مازلنا باش نقعدوا نخموا؟ هو مباراة غدوة خالد. جاوبني حاجة اسكو باش نقعدوا نحن نجربوا؟ انا جي بريفيري انا مثلا ماتش نتاع موريتانيا وماتش غدوة نتاع الكاب فير حبيت 95% من ليكيب تيب هي اللي تلعب. فهمت شو معناتها مش نقعد انا مثلا ضد موريتانيا نلعب فورماسيون وضد كاب فير نلعب فورماسيون ولو جور جي نقعد نقارن ما بين لي دو فورماسيون هذوما ما تجيش هكا. انا بالنسبه لي حتى الاوتوماتيزم حتى نفسيه اللاعب يقعد راهم شوف في الكوب دافريك انا تعداوا عليا برشا كيف في كوب دافريك. انا بالنسبه لي نقعد انا ملاعبي نشك اني عندي 50% باش نلعب 50% مانيش باش نلعب. لازمك تفهم روحك شنو الدور نتاعك. اسكو انت باش تكون اساسي ولا عندك تدخل في وسط المباراه احتياطي مانيش عامل عليك. لازم تفهم دورك في المجموعه بالضبط. وطني لازمك انت تكون معناتها قوي عندك شخصيه اني مثلا باش نلعب هذوما هما الملاعبيه اللي باش نبدا بهم التورنوا. فيما يخص النقطه هذه خالد غدوه مباراه الراس الاخضر المواجهه الاخيره لنا قبل كاس افريقيا الامم. ولو انه باش نعطي رايي انا في اختيار منافسينا قبل الكان موريتانيا والكافير منافسين محترمين جدا. شفت انت نيجيريا فما شكون قال لك لا ومنافسين ما همش في المستوى هذا الكل. يلعبوا كاس افريقيا الامم وعندهم كل الامكانيات للتاهل للدور الثاني. موريتانيا قاعده تعمل في انفراستركتور كبيره في موريتانيا. فما تطور في كره القدم والمدرب نتاعهم مش نكره وعندهم لاعبيه راهو شبيكم فرنسي وعنده جنسيه اخرى جزر القمر. انا بركه عندي بوان اللي هي اللي 11 رونترون. لازمك تكون انت تقول هذوما اللي حب اللي ما حبش اموره. غدوه ال11 اللي باش يمثلوا تونس في اول مباراه ضد ناميبيا براتيكمون باش نعرفوهم شكون. واجد صحيح المباراه ماهيش منقوله تلفزيا لكن باش نعرفوا شكونهم الغدوه ال10 وجول اللي باش يختارهم الجيل القادم. احنا اليوم لتو مازلنا نجرب كان مازال جمعه ولتو نجربوا. انا نضمن لك نبصم لك بال10 انه حتى غدوه باش نجرب. بلي والله لا حتى ما وجدي سير. لا ما زلنا نجربوا. انا نعطيك معلومه خويا انا نبصم لك بال10 ونأكد لك انه حتى بوتيت ليله المقابله وما زلت فما اختيارات ما تحسبش. صارت نحن في الكوب دافريكا عام 2010 نحكيو على مستويات يا جلنزه. نحكيو على مستويات ونحكيو على والله العظيم بلا سامحني قبل ما ننسى يا وجدي والله العظيم والله كوب دافريكا صادق من غير ما تحب 4 مرات كوب دافريكا 2012 مازلنا ماشيين الكار جايه وماشيين باش نلعبوا الماتش وما تعرفوش شكون. لا ومازال المدرب يزيتو ما بيز دو جوار وعملنا راهو ريونيون وقال هاكا البوست هذاك شكون زوز ملاعبيه وقت شكون زوز ملاعبيه يعطينا عاد تفاصيل خالد عاد اعطينا عندها الحكايه اكثر من 10 سنين ومن بعد لعبت انت وماركيت لعبوا مش لعب كونتر المغرب ماركيت. لا مش كونتر المغرب نحكي لك على ماتش غانا. ماتش غانا ماتش الربع نهائي ولعب الراقد وانت كنت انا كنت تحس روحك كانوا تستحق تلعب وقت. نستحق نلعب انت في بلاصتو انا ماركي كونتر المغرب ولعب الماتشات الكل يعجبكش. ماركيت كونتر المغرب نفكر مليح المباراه اللي ربحنا 2-1 وقتها. انت اليوم يا امين كنت اي منتخب خلينا من مصر والمغرب والجزائر اي منتخب حتى المنتخبات هذوما حتى ناميبيا وغينيا واحد راهو كلهم براتيكمون تعرف ال10 ال11 نتاعهم تعرف معناها. مازال نحن بعض الضبابيه فيما يخص دقيقه برك